غادي نختم معكم بعصير اللي هو منعش واقتصادي في نفس الوقت. غادي نحتاجو ليمونه وحده مجمده، حامضه وحده حتى هي مجمده كونجلي، واحد ياغورت فاني اولا اي نكهه، سنيده على حسب الذوق، وربعه الكيسان ديال الماء. غادي ناخذوا الخلاط الكهربائي، غادي نزيدوا الماء وديك الليمونه والحامضه اللي قطعنا بالقشور ديالها كونجلي، غادي نزولوا ليها العظام. يعني ملي نقطعوها غادي نخليوها بالقشره ديالها، وغادي نقطعوها نحيدوا لها غير داك العظام داك العصف ديالها، ومن بعد كنطحنوا كلشي مزيان تنصفيو. من بعد كنزيدوا ياغورت فاني اولا اي نكهه. ممكن هنا نزيدوا الفاكهه اللي بغينا، البنان، كيوي، تفاح، على حسب الرغبه ديالكم، الفخيز، فواكه الحمراء، وكنطحنوا كلشي مزيان. هذا عصير منعش اقتصادي كيجي ساهل. تاخذوا ليمونه وحامضه هادو بجوج يتغسلوا مزيان ونديروهم في الكونجيلاتور في المجمد. ومن بعد فاش بغيو نقدموهم، فاش بغيو زعما نصايبوا هذا العصير، غتكون خاصنا ياغورت فاني اولا اي نكهه، سنيده على حسب الذوق، 4 الكيسان ديال الماء. غادي نجبدوا داك الليمون والحامض اللي كونجلي، غادي ناخذوه وغادي نديروا في الكاس الخلاط الكهربائي. يعني في الخلاط الكهربائي غادي نديروا دوك 4 الكيسان ديال الماء، نزيدوا عليهم ليمونه وحامضه مقطعين على جوج، نحيدوا منهم هذيك العصف ديالهم، نخليهم بالقشور ديالهم، ونزيدوهم على هذاك الماء، ونطحنوا كل شيء مزيان. من بعد من نطحنوا هذا الخليط ديال الماء والحامض والليمون بالقشور ديالو، حيد لي غير العصف ومطحون، كنصفيوهم، تنصفيو تنحصلوا على الماء من السم بالعصير بالليمون وعصير الحامض. ملي هو كنصفيوه كنرجعوا الخليط للكاس، وكنزيدوا عليه ياغورت بنكهه الفاني اولا اي نكهه الفواكه كتبغيو. وهنا ممكن نزيدوا اي فاكهه عندنا، فواكه الحمراء، كيوي، اناناس، بنان، تفاح، على حسب الرغبه ديالكم. تنطحنوا كل شيء مزيان وتنحصلوا على عصير اللي هو ساهل في المتناول الجميع، اقتصادي بليمونه وحامضه وحده، وفي نفس الوقت منعش. ممكن نزيدوا ورقه النعناع على حسب الفاكهه اللي غادي تزيدوا، وبالصحه والراحه. نتمنى تكون وصلتكم هذه الافكار ديال هذه الوصفات اللي تقاسم